أهلا معاكم سارة. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية نقدر نقدمها بكل ثقة كده في العزومات. ومش بس كده، احنا هنعمل معاها خضار مشوي في الفرن. ومش بس كده كمان، لا، هنخلي فيها خضار محشي جوه الفراخ. بجد طعمه تحفة جدا جدا، هتشرفكم وطعمها هيعجبكم جدا جدا. يلا نبدأ على طول من غير كلام كتير، نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعملها ازاي. محتاجين اول حاجة خلطة التتبيلة اللي احنا هنتبل بيها الفراخ، وهي بتكون عبارة عن زبادي، كاتشب، مستردة، زيت، خل بلسمك بس مش لازم تستخدموه، ممكن نبدله بالخل العادي او بالخل التفاح، ملح، فلفل، كمون، بهارات مشكلة، توم باودر، وبابريكا. ده كل اللي انا محتاجاه. هضيف كل حاجة على بعضها، اجيب طبق احط فيه الخل، البهارات، الزبادي والكاتشب والمستردة، الزيت، هقلب كل حاجة وادوق هنا الخلطة بتاعتي او التتبيلة بتاعتي الطعم بتاعها مظبوط ولا لا، وخصوصا الملح. اظبط الملح بتاعي عشان هي دي الخلطة هي اللي هتظبط الفراخ، وهتظبط بعد كده الخضار اللي احنا هنضيفه مع الفراخ. وتريك كمان انكم تخلوا التتبيله حادقه سيكه، ما تكونش قوي ولا تكون ان هي مظبوطه، عشان الفراخ والخضار لما تشرب التتبيله دي تبقى مظبوطه بقى. هناخد التتبيله ونعمل بيه احلى مساج للفرخه، ندخل التتبيله في الفرخه من جوه وندخله كمان تحت الجلد، نحاول كده نعمل فتحات في اي مكان موجود عندنا في الفراخ، بره وجوه هنحط فيه التتبيله، ونسيبها كده تستريح في التتبيله شويه. ويا سلام لو نعملها قبلها بيوم، نحشيها كمان بالخضار وكل حاجه، ونحط الخضار كمان اللي احنا هنشويه معاها برضو في التتبيله، ونسيبه قبلها بيوم، مفيش اي مشكله، او ممكن نسيبه كمان قبلها بساعه او 2 او 3، كمان هيشرب التتبيله اكتر وهيبقى طعمه كمان احلى. هنبدأ نحضر الخضار اللي هنحشي بيه الفرخة. الخضار اللي هحشي بيه الفرخة النهاردة هو عبارة عن جزر، بطاطس، كوسة، بصل، توم، وزيهم بالظبط هي الخضار اللي انا هشويه مع الفرخة، بس الحجم بتاعه بيكون اكبر، هقول لكم دلوقتي عليها بس اما نخلص الاول الخليط اللي هندخله في الفرخة. الخضار اللي هحشي بيه الفرخة انا مقطعاه مكعبات صغيرة او مقطعاه حجم صغير عشان يقدر يستوي معايا مع الفرخة على طول، ما يبقاش لسه مستواش او الفرخة تكون خلاص استوت وهو لسه مستواش، او العكس. حطيته مع بقية التتبيلة بتاع الفراخ، هزود بس عليه حبة من الملح عشان التتبيلة ما كانتش كتير قوي، فيبقى الملح بتاعها مظبوط. وهبدأ اجيب الخضار بعد ما قلبته مع التتبيلة، هدخله في الفرخة احشي بيه الفرخة كله بالشكل ده اللي انت شايفينه. ممكن كمان احطه بين الجلد وبين اللحم، وهقفل الفرخة بتاعتي كويس واظبط الشكل بتاعها. بعد كده هنبدأ نجيب الخضار اللي احنا هنشويه مع الفرخة في الصينية، واحط فيه كل الخضار زي ما انتم شايفين كده. انا حاطه البطاطس، يعني البطاطس الحجم بتاعها مش كبير، وسط. لو الحجم بتاعها كبير ممكن اقطعه نصين، وممكن كمان النصين بالعرض، وممكن لو هي كانت كبيرة قوي يعني فممكن اخليها 4 تربع، اقطعها على 4 عشان يبقى الحجم بتاعها برضو مظبوط مع الفراخ وتقدر تستوي في نفس الوقت. جزر مقطعه برضو مكعبات بنفس الحجم اللي تناسب كل خضار، عشان في انواع طبعا بتستوي اسرع من الخضار التاني، فعشان كله يستوي مع بعض ومفيش حاجه تتهري، وكمان يكونوا جاهزين في نفس الوقت. ممكن نستخدم اي نوع خضار تاني انتوا بتحبوه لو عندكم، او موسم البطاطا كمان بتبقى حلوه جدا اللي احنا نشويها هنا. البصل اللي بيكون صغنطوط ده برضو بيبقى حلو قوي قوي هنا. الجزر كمان الصغير، البطاطس اللي بيكون حجمها صغير، كل الحاجات دي بتكون مناسبه جدا ان احنا نشويها في الفرن. الخضار هضيف عليه ملح وفلفل وزيت وكمون طبعا عشان البطاطس بيبقى حلو قوي معاها الكمون، رشة زعتر وبهارات خفيفة جدا. ممكن اضيف كمان بابريكا، ولو في اعشاب مجففة نقدر نضيف، او اعشاب كمان فريش، روزماري، زعتر، ريحان، اي حاجة من الحاجات دي برضو بتبقى طعمها حلو قوي قوي هنا. احط من التتبيله بس اللي هي كانت موجوده او اتبقت من الخضار اللي انا حشيته في الفرخه، بس بعد ما تكون دخلت الفرن شويه، يعني انا التتبيله دي مش هرميها، هدخلها في الفرن الاول الصينيه، اقفلها كويس جدا واغطيها ورق زبده، وبعد كده ورق فويل، وادخلها فرن يكون مسخن قبل كده على درجه حراره عاليه جدا، اعلى درجه حراره عندكم في الفرن، ويكون سخن قبل كده، قبلها ب10 دقايق مثلا في الرف اللي تحت. اول نص ساعه بعد كده اوطي درجه الحراره، اخليها على درجه حراره 200، واسيبها شويه كمان ربع ساعه كده، خلاص تقريبا هتكون الفراخ شبه بدات تكون مستويه معاكم.
لو لقيتها خلاص استوت اطفي الفرن وايد الشوايه لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وده الشكل النهائي لوصفه النهارده، والفراخ المشويه الحلوه الجميله بتاعتنا، والخضار كمان المشوي معاها. واستمتعوا باحلى فراخ وخضار، بجد مفيش احلى منها. قابلكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام عليكم.